تقرير مستقبل الوظائف ل 2025، وبيوضح قد ايه الاقتصاد العالمي هيختلف اول ما نوصل ل 2030. واللي عايزه اوريهولك هو ازاي تجهز نفسك للتغيير الضخم اللي جاي. فخلينا نبص مع بعض على الحاجات اللي التقرير قالها. اول حاجه، 41% من الشركات حول العالم عندها خطط تستبدلك بالذكاء الاصطناعي، ومتوقع ان 92 مليون وظيفه تختفي، ولكن ده جزء من عجله الابتكار، لان في نفس الوقت هتظهر 170 مليون وظيفه جديده. طيب تعمل ايه عشان تامن مستقبلك؟ التقرير بيحدد اسرع واكبر الوظائف اللي هيزيد الطلب عليها لحد 2030، وكمان الوظائف اللي الطلب عليها هيقل تماما. الفكره هنا انك لازم تطور مهاراتك، ودي اكتر المهارات اللي هيكون عليها الطلب في 2030، ودول بالظبط اللي دايما بتكلم عنهم هنا في البيج. وده مهم جدا لان 59% مننا هيحتاج يطور مهاراته ويتعلم مهارات جديده قبل 2030 عشان بس نقدر نفضل في المنافسه. التقرير ده حوالي 300 صفحه، لكن بدل ما ندخل في التفاصيل عن الاقتصاد العالمي والتغيرات الجيوسياسيه، عايزاك تفهم الفكره الاساسيه، وهي ان التقدم التكنولوجي السريع جدا هيكون ليه تاثير ضخم وممكن يكون صعب. في ال5 سنين الجايين هنشوف تغيير مش طبيعي، وعشان كده بكرر تاني، لازم تبص على لستة المهارات دي وتاخدها بجديه، لان الفتره الجايه قدرتك على التكيف وانك تقدر تتعلم بشكل مستمر هتبقى حاجه اساسيه في حياتك. انا مش جايه اخضك، لكن بس عايزه اوعيك. قولي تحت في الكومنتس لو عايزين نمسك التقرير جزء جزء ونتكلم عنه.